جو حر يا اسطى، محتاجك تعمل لايك. وهلا والله يا الاخوت، ورجع لكم بفيديو جديد. فيديو جديد يا زميلي وسلسله جديده حابب ابداها معاكم، فادخل اعمل لايك، ادخل اعمل سبسكرايب. الحاجات الحلوه دي اللي بتفرح، خد بالك اللايك بيساعد الفيديو انه بينتشر، فيعني اعمل لايك من باب المساعده بس، يعني من الحاجات الحلوه دي. ويلا بينا نخش بالفيديو. فيديو المره دي يا زميلي مختلف، وفكرته بصراحه بسيطه، اللي هي اصلا فكره عاديه، اللي هو انا قاعد اصلا مع نفسي كده بسمع تراك من ده لده ومن ده لده وهكذا يعني. فاللي هو قلت ليه مثلا كذا ما يدخلش بيف مع كذا، الواحد على الاقل انت خدت بالك هيستمتع باستعراض المهارات اللي ممكن يحصل في بيف زي كده. وخصوصا ان مش لازم عشان يدخلوا بيف مع بعض يكون بينهم مشاكل، عادي ممكن يكون تنافس مزيكا، انت فاهم، بتتنافس بس بتستعرض مهاراتك مش اكتر يعني. فبصراحه قلت ليه ما اجربش اعمل فيديو واشوف، يعني انت خدت بالك، يعني زق معايا اليوم، انت زق معايا يعني. الفيديو بس تجربه، احنا بنجرب كده مع بعضينا. لو السلسله دي حلوه قول لي تحت في الكومنتات وهكذا. مبدئيا كده عايز اشوف قوه ويزي في الدسات هتبقى عامله ازاي. علي ويزي ده غير طبعا كل واحد فينا عارف شهاب وعارف المستوى اللي بيقدمه، فانا بصراحه اتمنى ان اشوف علي ويزي وشهاب، لان الناس دي يعني عارف انت اصواتهم تحس انها متشابهه شويه، جايين من بعض شويه في الانجليزي اللي هم بيقولوه في التراكات الكتير. اكتر ناس انا بسمعهم بيقولوا انجليزي بصراحه في التراك، فانا بصراحه جاي معايا ان انا اسمع علي ويزي ضد شهاب. تاني مواجهة عايز اتفرج عليها، اشوف مواجهة بتجمعهم، بيف يجمعهم، بس اللي هو مش بيف كره وهكذا، بيف تنافس مزيكا، واحد من المدرسة القديمة وواحد من المدرسة الجديدة، واللي من المدرسة الجديدة اصلا بيقدم اللي بيقدمه المدرسة القديمة، الاتنين بيقدموا اولد سكول، بس واحد صغير في السن وواحد كبير في السن. وبصراحة من اكتر الناس اللي انا عايز اتفرج عليهم في مواجهة زي كده احمد سانتا وادهم توكس. الناس دي حرفيا بتعمل اولد سكول، اللي هو بترجعك كده وتديك عارف كده شوية نوستالجيا، كلمة تقيلة معلش، هما بيدوك كده اللذه بتاعت الاولد سكول فعلا. تالت مواجهه معانا حابب اشوفهم في بيف تنافسي كده حماسي، وكل واحد فيهم بيستعرض اللي عنده علشان يثبت الثاني ان هو الاقوى، وهم معروفين والناس عارفاهم، بس في واحد مش معروف قوي، مش معروف بالشكل الكافي يعني، والتاني مشهور والناس كتير جدا عارفاه، وهم ابو الانوار وايزلا. وبصراحه من غير اي كلام كتير انا ممكن اقوله على ايزلا، فانت لو ما تعرفش مين هو ايزلا، فانا لو منك ادخل اعمل سيرش بسيط كده، اكتب ايزلا بس في البحث بتاع اليوتيوب وادخل اسمع تراكاته علشان تعرف بس انا قلت كده ليه. ده انا مش بعرق، ده انا حرفيا كده بنزل مرق. رابع مواجهه معانا يا زميلي، وانا بصراحه بيج فان جدا 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 للناس دي، مع اني بصراحه باخد وقت مش قليل، يعني باخد وقت كتير علشان اقدر افهم تراك من تراكاتهم بسبب اللهجه. وبصراحه الاثنين عندهم كاريزما قدام المايك وقدام الكاميرا رهيبه، والاتيتيود بتاعهم بصراحه عالي فشخ. ده غير انهم مش مصريين، ونادر جدا لما حد يشدني يرابه بره مصر، مش عشان انا جامد فشخ انت خدت بالك، اللي هو مش مستحيل اروح اسمع الناس دي، لكن بسبب اللهجه، لان اللهجه بصراحه بتكون صعبه عليا. ده غير المصطلحات اللي هم بيقولوها، فاللي هو لا الموضوع بياخد معاه وقت مش قليل فعلا، يعني زي ما تقدر تقول كده انا بفهم فيوم بالعافيه. والاثنين اللي انا اقصدهم على فكره عندهم قاعده جماهيريه كبيره، وهم فورتكس وبو كلثوم. انا مش محتاج اقول وصف يوصف الجوده والجمدان اللي حرفيا هم بيقدموه، الناس اللي عارفاهم في مصر عارفه انا بتكلم في ناس بتقدم ايه بالظبط. خامس مواجهه عايز اشوفها، ودول الناس بيعرفوا يلعبوا على البيت كويس فشخ. ده غير اننا سمعنا ليهم دسات كتير وعارفين قوتهم موديه على فين، لكن للاسف مفيش بيف جمعهم، وحصل اشتباك بين الاثنين وكل واحد فيهم عمل دس على الثاني وهكذا. وبكل بساطه انا بتكلم عن يوسف جوكر ومروان موسى، باستثناء اول بيف مروان موسى دخلوا مع ابو يوسف، ويوسف جوكر نزل تراك اسمه الكنبه، بس ما حصلش اي رد، لان يوسف جوكر ساعتها ما كانش بيدس مروان موسى بس، يوسف جوكر كان بيدس في البيف كلهم، يعني باتيستوتا، مروان موسى، عفروتو، ابو يوسف، انت كان بيدس كتير يعني. لو الكنبه دس الكنبه، يعني كلكم بقى ريحوا على الكنبه، اسماء فعلا تقيله في الاستعراض وخصوصا في البيفات. يعني عندك مثلا يوسف جوكر كان بينزل دس كل يوم كانه بينزل تراك عادي، انت فاهم، تراك حب، تراك رومانسيه، تراك عادي مثلا وهكذا. ومروان موسى انت شفت التطور بنفسك اللي قدمه في تاني بيف دخلوا مع ابو يوسف. ده غير ان مروان موسى بصراحه بحس انه من الناس اللي هي بتكتسب خبره كل ما بتقدم في الحاجه اللي هي بتعملها، وبما ان اصلا يوسف جوكر تراكاته قليله الفتره اللي فاتت او الفتره دي كمان، فانا حاسس ان يوسف جوكر عطشان دسات قوي. يعني الراجل ده اصلا كان بينزل دس كانه داخل بيستحمى، داخل بياكل عادي، يعني الراجل ده كان بيدس اكتر من كان بينزل تراك عادي حرفيا. ده يصحى من النوم يدس ينام تاني، انت فاهم، ياكل ويشرب وينام تاني يصحى من النوم يدس، يعني اللي هو تراك عادي، يعني اللي هو بيعمل حاجه عاديه قوي. فاطمن يا زميلي، لان لو حصلت حاجه زي كده بصراحه انت هتسمع عظمه.
اخر مواجهه بصراحه نفسي تحصل، ودي من اكتر الحاجات اللي نفسي اسمعها، وهي الناس قديمه ومن اقوى الخصوم لاي حد ممكن ينزل قصادها في بيف. ده غير اصلا انهم مختلفين عن بعض تماما، يعني واحد فيهم بيقدم اولد سكول حتى النخاع على راي شاهين، والتاني مخترع مدرسه جديده في الكتابه بيفاجئك بكل تراك بينزله من السكيلز اللي مستخدمه فيه. بالنسبه لي دي هتبقى اقوى منافسه حصلت في السين المصري عبر التاريخ، وهي مواجهه ابي يوسف مع ام سي هوك. ام سي هوك مش منتشر بالقدر الكافي زي ابي يوسف، لكن اللي ما يعرفوش يدخل يسمع دساته اللي طلعت على حمورابي وام سي امين، وساعتها يقدر يتخيل حجم القوه الكتابيه اللي ممكن تتقدم في بيف زي كده. ابي يوسف بيشغل لك دماغه وبيلف في الكوره عشان يفهمك اللي هو يقصد ايه اصلا، وواحد زي ام سي هوك بيديك البانش تحس انه حرفيا بيديك لوكاميه في وشك. وخصوصا انا مش بتكلم على واحد عادي، ده ابي يوسف يعني حرفيا هو الاب الروحي لكل المشاهير اللي انت ممكن تسمعها واللي انت بتتابعها واللي انت بتحبها في الراب سين المصري، يعني زي ما تقدر تقول كده الراجل ده مدرسه. فبس يا زميلي بصراحه الفيديو صغير وقلت اجرب معاكم الحنكشه الواحد بيجربها دي، فلو عجبك يا زميلي قول لي تحت في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك تعمل سبسكرايب تعمل الحاجات الحلوه دي بتساعد في انتشار الفيديو، وانا احبك فشخ لو عملتها. يعني اعمل شير وادخل قول لي يا اسطى انا عملت شير تحت في الكومنتات، هبعت لك نوتس تجرب بقى. احبك، سلام.